السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم طريقة ذكية وسهلة باش تشارجي الريسيفر ديالك من بعد الفورماطاج. نتمنى هاد الفكرة تعجبكم وتنال رضاكم. اول حاجة كدير بارامتر، تدخل بارامتر بشي ريغلاج روبو او فاكتوري بار ديفو، تدخل الكود اللي هو 4 الأصفار ودير بيان. ومن بعد هاد العملية غيتفورماطا وترجع القنوات كاملة ومرتبة بلا ما تحتاج دير الترتيب بيدك. تابع معايا خطوة بخطوة وغادي تشوف النتيجة اللي غادي تعجبك إن شاء الله. أول حاجة من بعد الفورماطاج ديال ريسيبتور كنمشي مباشرة نخدمو خاصية البحث اليدوي. كنخدم على تيبي، تندخل تيبي لتحت ومن بعدها تندخل ADD بالأخضر في التيليكوموند بالأخضر ADD تتعطيني ندخل الفريكونس. تندير هاد التردد 11474 فيرتيكال على 27500 على النايل سات. هذا هو التردد اللي كيجيب لنا القنوات المغربية كاملة ومرتبة مزيان. من بعد تنمرق على اوكي باش نأكد الفريكونس، ومن بعدها تنورك على سيرش بالأزرق. من بعد ما تيطلع لي الطابلو تندير اوكي. وتندير بيان باش نسجل القنوات اللي دخلوا لعندي. القنوات المغربية كاملين مرتبين. وبنفس الطريقة نمشي ندير الفريكونس ديال ام بي سي، تندير ADD مرة أخرى وتركب التردد اللي هو 11559 فيرتيكال على 27500. وهذا التردد كيعطينا قنوات الام بي سي كاملة ومرتبة. نزيد نأكد على الفريكونس وتندير اوكي. ومن بعد تنأكد على الفريكونس وتندير اوكي وندير سيرش. ملي نديرو هاد الخطوات كنخرجو ونفعلو خيار البحث الشامل. مازال عندنا خطوة ثالثة نكملوها، صافي هي اكتملات. نديرو خيار البحث الشامل، نطلعو الفوق نديرو خيار بحث شامل أو البحث الكل. نهبطو نغيرو هذه ونغيرو اللي تحت منها ونمشيو للساتيلات ونبركو على اوكي. وبهذا يتم الشكل. كيتم شحن كل القنوات بطريقة منظمة بلا أعداب وبلا ما تضيع الوقت في الترتيب اليدوي. النتيجة
قنواتك كاملة ومرتبة وكتخدم بلا مشاكل. كيف شفتوا طريقة بسيطة ولكن فعالة، وغادي توفر عليك الوقت والمجهود. إلى عجبك الفيديو ما تنسانيش دير لايك وتشترك في القناة وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي كيهمهم هاد المجال. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي مع أفكار جديدة ومعلومات مفيدة في الإلكترونيات. كيف ما شفتوا إخواني القنوات المغربية كلها داخلة مرتبة بشكل جيد. هذه القنوات المغربية، ومن بعد كتجي من بعدها القنوات ديال الام بي سي حتى هي مرتبة. هذا الترتيب هذا هو اللي هضرت لك عليه، كيتم من اول الفورماطاج. بعد ما تفورماطي الريسيبتور تدخل الفريكونس ديال تي بي، كيطلع الشارج مرتب من الاول ديالو بلا ما يحتاج تشارجي وتعذب وتضرب تمارة تاني في الترتيب. هاد الطريقة احسن طريقة هي هذه. خليت لكم الراحة، الله يعاونكم. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.